الكرة مقر الاتحاد برحب بحضرتك الأول على طنطا الصغير. تحياتنا لكل رواد موقع طنطا الصغير. ايه رأي حضرتك في القرعة النهارده؟ والله القرعة يعني هي ما فيش حاجة اسمها سهلة وصعبة، يعني انت ايه لازم تتوقع وتعمل احترام لكل الأندية اللي معاك في المجموعة. احنا السنة اللي فاتت كنا أول 3 ماتشات بالنسبة لنا كنا بنقول ده ماتشات سهلة. الفرق السهلة دي هي اللي ضيعت مننا المجموعة، فانت لازم تحترم الفرق الصغيرة عشان تقدر تاخد منها اللي انت عايزه، انما لو هتستهتر بيها وهتقلل منها هي اللي هتضيع عليك البناط. وهم الفرق الصغيرة السنة اللي فاتت هي اللي اكتر فرق، يعني فرقة مثلا زي الحمام واخده مننا 4 بونت، الرجاء واخد مننا 4 بونت، ويعني كسبانه، يعني الرجاء كسبانك على ملعبك وانت بتعادل معاه بره، الحمام متعادل معاه على ملعبك وخسران بره، نافارو كسبانه على بره ومتعادل معاه على ملعبك. فكل الفرق الصغيره دي هي اللي ضيعت منك انك تواصل الصعود، فلازم يبقى في احترام للفرق كلها من اول اسبوع لغايه اخر اسبوع. البدايه مع النصر، بعد كده النصر، عندنا الشرقيه، نطلع جاسكو، تجي لنا الشرقيه الدخان، وهكذا. شايف الماتشات الاولى دي ازاي كده؟ والله انا شايف العمليه متوازنه، يعني انا زي ما قلت لك الصعب ان العمليه مفيش حاجه اسمها سهل وصعب، كل الفرق متساويه وفرص الفرق كلها زي بعض متساويه، فانت لازم تحترم كل الفرق عشان ربنا يكرمك وتصعد، ما تقللش من اي فرقه انت هتلاعبها، لازم كل الفرق تلعب معاها لانها منافس قوي ليك. حضرتك كنت صاحب اول اعتراض في القرعه؟ لا انا اعترضت بس على ايه، هم كاتبين بتاع دي العقوبات، ان مثلا النظام الرابع خصم 500 جنيه، مش عارف الباسكت محددين يعني العقوبات بمبالغ. ايوه. طب انا هعرف وبايقاف المباريات، طب انا اعرف منين العقوبه ديت هي اللي هتتوقع اللعيب؟ فطلبت بس من لجنه المسابقات ان كل حكم يكتب في الاختار بتاعه اللي هيسلموني العقوبه، سبب العقوبه، ما يكتبش فوق غير رياضه بناء على اللائحه اللي حضرتك استلمتها. بناء على اللائحه اللي انا استلمتها هعرف بقى اللعيب ده هيتوقف قد ايه، ادفع له غرامه قد ايه، فلازم الحكم يكتب لي الاختار بتاع العقوبه في الاختار اللي هيسلمه لي عشان اقدر اقيم ان اللعيب ده هيتوقف قد ايه، بدل ما استنى بقى اجتهادات لجنه المسابقات ان هي هتوقف قد ايه، هي يقدر هتوقف ماتشين ولا هتوقف 3 ولا هتوقف، فهم محددينها خلاص، كل عقوبه لها حاجه معينه، فلازم الحكم يكتب لي في الاختار نوع العقوبه عشان ابقى عارف انه هيقف ايه ويخليه. كابتن ايهاب لهيطه قال ان اي نادي له حق انه يلعب بالليل، اي نادي بدون اعتراض النادي الاخر. كيفيه تعاملته؟ احنا عندنا ادوار، عندنا في طنطا الاضاءه ما تنفعش ان احنا نلعب بالليل، لان الاضاءه يعني احنا عندنا حوالي 70 كشاف وما بينوروش كلهم، ولا في لجنه جت على اساس ان احنا نلعب بالليل في ده عندنا السنه دي جايه، لا حاليا جاي، هم جم عندنا وعينوا الملعب فقال لك الاضاءه ضعيفه ولازم تقوى، لان عندنا 70 كل اللي في الملعب 70 كشاف لو نوروا كلهم، ففي كشافات ما بتنورش وكشافات كده، فاحنا عايزين لو حبوا يلعبوا بالليل لازم نزود الكهرباء ولازم نزود كشافات ونزود الاضاءه عشان نقدر نلعب على ملعب. هو كابتن ايهاب ان اي نادي له حق انه يلعب بالليل، اي نادي حاليا لو الملعب بتاعي الاضاءه بتاعته كويسه فيه هلعب فيه. قد يكون الجو عندنا حر برضه في طنطا، يا ريت ان احنا نعمل اضاءه، يا ريت الكشافات تزيد ويجيبوا محول الكهرباء عشان ما احنا ضامنين لو الكهرباء قطعت والماتش شغال انت اللي هتتحمل. ايوه احنا اللي هنشيل الماتش. فاحنا لازم حته اللعب بالليل ديت لها مقومات ولازم تكون جاهز لها 100%، ما ينفعش تجهزها 90%، لازم تكون جاهز 100%، لان بقول لحضرتك لو كشاف طفى او كشافين والحاجه وقف وما قالش تاني انت خلاص، والمده المحدده تلت ساعه الماتش راح علينا. احنا لازم لو الحته ديت شويه. شكرا يا كابتن جمال، يوم جميل النهارده في الاتحاد، وبالتوفيق ان شاء الله. سلام. تحياتي كل اعضاء طنطا في التنميه. شكرا يا كابتن.